مساء الخير. احمد ممكن يكون. اهلا بيك زميلتي أميمة. احنا دلوقتي في مدينة نصر امام المنصة والنصب التذكاري في مظاهر الاحتفال باستعدادهم لاستقبال الرئيس القادم ان شاء الله. دلوقتي احنا عاوزين نقول جايين تحتفلوا النهارده، تقولي النهارده استعداد لان ان شاء الله في رئيس قادم خلال الساعات اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، وتستقر مصر والناس ترجع شغلها بقى ونعيش حياتنا اللي كنا عايشينها قبل كده. بقى لنا 3 سنين في هم وقرف، فعايزين نفرح بقى، يعني نفسنا نعيش زي ما كنا عايشين زمان، امن وامان، وبنشتغل وبنقدر نمشي في الشوارع براحتنا، مفيش ارهاب، مفيش مشاكل. بس انت عاوزاه من الرئيس القادم رساله ليه موجهه ليه دلوقتي؟ انه يراعي ربنا في شعب مصر. انت شعورك ايه النهارده بعد خلاص ساعات قليله ان شاء الله هنعرف مين الرئيس القادم؟ له ايه؟ هقول له كان الله في عونك، ربنا يقويك علينا ويقوينا ان احنا نحط ايدينا في ايدك ونبني بقى البلد من جديد. كفايه بقى 3 سنين خراب، عايزين بقى نبني نعوض بقى اللي فاتنا. مصر لازم تتحط في مكانها الطبيعي وسط الدول المحترمه، ومع شخصيه محترمه زي سياده المشير اكيد هيحط مصر احنا اللي جبناهم. حاجه فوق التوقعات. انا ما كنتش ودي البدايه جديده ان شاء الله للانطلاقه اللي بجد باذن الله باذن الله. شعورك ايه النهارده؟ مبسوطة طبعا، يعني أكيد فرحة في كل حتة في مصر أصلا. انت عاوزاه من الرئيس القادم؟ يعني يكون كويس معانا يعني ويراعي. بس فعلا خلصنا من الحمد لله عشان ربنا بس كريم بالناس دول والله فعلا بجد رغم كل اخطائهم دي. مدينة ارفع راسك فوق، ارفع فوق. شفنا قد ايه الفرحه عند كل الناس، والفرحه واضحه. احساس الشعب المصري مش بيقدر يداري فرحته ابدا. الشعب المصري قد ايه